سموني فدي عبد المجيد بن محمد، ساكن في بلدية تجنة ولاية تجنة. راني نبحث على تليكويا تاع الصوف اللي راح البارح. ديك الليلة ما زلت شدو، اللي يجي شافو ولا عرفوا وين راه يخبر معايشة. تليكويا لا تشوف فيا خبرني البرد. لم يمضي على تدشين الطريق الولائي رقم 27 بولاية جالمة سوى سنة واحدة حتى صار الطريق المستهلك لملايير السنتيمات في ظرف وجيز غير صالح للاستعمال بسبب انهيار أرضي. انهيار أرضي آخر في وقت سابق يتسبب في غلق جزء من الطريق السيار تحديدا بولاية البويرة وعلى مسافة 300 متر. كما عرف الطريق السيار في شطره الرابط بين سيدي بالعباس وتلمسان انزلاقا للتربة أدى إلى تصدع كبير في أرضيته، نتج عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار التي شهدتها المنطقة، مما عرقل حركة المرور. هذا في الأشهر القليلة التي مرت من هذه السنة 2014. هكذا بكل بساطة تستهلك مشاريع الطرقات في الجزائر مبالغ خيالية من خزينة الدولة، وبغض النظر عن عدم مطابقة بعضها للمعايير الدولية وجودتها والتلاعب المسجل في صفقات مشاريع الطرق، يسجل عام 2014 انهيارات أرضية عديدة كانت سببا في فساد طرق كاملة وتوقف حركة المرور بها وغلقها تماما، رغم أن الطقس لم يكن هذه السنة متشددا في كشف فضائح البنى التحتية في بلد يتغنى مسؤولوه بقرب مواكبة العالم النامي في معدلات التنمية. مرة أخرى تشهد المنشآت القاعدية فضائح جديدة، فبعد الطريق السيار شرق غرب ها هو الطريق الوطني رقم 27 بجالمة ينهار أيضا بعد انزلاق للتربة بين بلديتي بوهمدان وبرج صباط. هذه ظاهرة طبيعية تحدث على مستوى شبكة الطرق سواء كانت ولائية وطنية أو بلدية وعلى المستوى الوطني. إذن من جراء نظر خصوصية هذه الولاية، تعتبر ولاية معروفة بالتضاريس الصعبة بانزلاقات التربة، وعلى هذا الأساس وزارة الإنشاء العمومية خدات هذه الولاية كعينة من الولايات كل الولايات لإنجاز دراسة شاملة لكل الانزلاقات على مستوى محاور شبكة الطرق. المنطقة التي صنفها المسؤولون بغير المستقرة لما تشهده من انزلاقات على مدار أيام السنة استدعت إجراء دراسة معمقة لتحويل مسار الطريق مؤقتا وتسهيل حركة المرور. الحل اللي قمنا رانا ندرسوا فيه صافي منذ عدة أشهر وإيجاد حل نهائي لهذه المنطقة، وهو طريق اجتنابي على مسافة حوالي 700 متر. الدراسة راهي في طريق الإنجاز، رانا نديروا في الدراسة. عندما ننتهي من الدراسة راح ننطلقوا في إنجاز مشروع هو لا ديفياسيون سور 700 متر باش نيفيتيو كاريمون نهائيا هذه المنطقة المستقرة. وإن تمكن التقنيون والمهندسون من إصلاح التشققات التي تسبب فيها انجراف التربة لتمكين المركبات من العبور مؤقتا، إلا أن الشروع في أشغال تحويل مسار الطريق المهدد بالانهيار على مستوى العديد من النقاط بات أكثر من ضرورة. Fin à cette politique des importations. Pour que l'Algérie construise des biens matériels et des biens de consommation ici en Algérie. C'est pourquoi je propose de mettre en place 48 zones industrielles en zone franche dans toutes les wilayas du pays pour que ces entreprises qui vont s'installer et qui ne paieront pas d'impôts pendant 5 ans puissent embaucher des jeunes Algériens diplômés ou pas afin de construire les biens matériels et de consommation en Algérie. Ça, c'est la première chose à faire pour que les jeunes puissent avoir un avenir en Algérie et arrêtent de penser à émigrer en France, en Belgique ou aux États-Unis. Midpark, la future zone franche de Casablanca, porte avec elle d'ambitieuses perspectives. Avec un investissement de plus de 65 millions de dirhams, ce parc industriel couvrira à terme 124 hectares avec une capacité d'accueil de 250 unités industrielles. Elle accueillera dès juin 2013 les premières unités industrielles aéronautiques. Le géant canadien Bombardier devrait démarrer la production de pièces d'aérostructures en janvier prochain. En attendant, cette usine française installée depuis 12 ans fabrique des pièces de moteurs d'avion. 25 000 sont ainsi conçues mensuellement dans ces ateliers par une main-d'œuvre 100% marocaine. On a démarré avec IMA en 2010, donc on a 3 stagiaires
qui tournent. Donc on a des formations en parallèle, plus des gens de l'encadrement, un responsable, plus les chefs d'équipe, qui font de la formation en termes de management. À terme, le parc industriel de Midpark devrait créer 10 000 emplois. Le secteur de l'aéronautique représente un chiffre d'affaires annuel de près de 10 milliards de dirhams au Maroc. Désormais, le royaume s'installe durablement comme le pôle aéronautique le plus compétitif dans le prolongement naturel de l'Europe. قادرين نديروا البرقوق تاع اجا هذاك نتاع اللي راهم يديروا فرنسا نصنعوه هنا ونصدروه. En Italie, dans le parti de prunes, on a tous été malades d'avoir trop mangé de prunes. Les médecins qui nous soignaient, c'était 4 gros pieds de prunes. Et mon oncle Alphonse est mort d'avoir trop mangé de prunes. On l'a mis dans une grande boîte, une boîte de prunes. Il a fallu le veiller. أصبح المغرب بفضل الأوراش الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها بعزم وإصرار تنموي قوي من خلال بنيات تحتية وإنجازات مينائية يحتل مكانة لا محيد عنها ضمن التجارة العالمية. لقد أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله العديد من المشاريع التي تخص البنيات التحتية المينائية، ووضع المغرب نصب عينيه دورا رياديا يطلع به في النهوض بالصادرات والسياحة المغربية، لا سيما وأن النقل البحري يؤمن 98% من المبادلات الخارجية للمغرب الذي يتوفر على شريط ساحلي يفوق 3500 كيلومتر. ميناء طنجة المتوسط يوجد اليوم في صلب التنمية الاقتصادية. ميناء طنجة المتوسط يوفر اليوم للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين أرضية فعالة متعددة الوظائف بفضل موقعه الاستراتيجي بمضيق جبل طارق على ملتقى أكبر الطرق البحرية وبنياته التحتية المتطورة وشبكاته الطرقية والسيارة. ميناء طنجة المتوسط يندمج اليوم ضمن مسار لوجستيكي دولي لخدمة المناطق الحرة الحالية والمستقبلية واستقطاب تنافسية المقاولات المستقرة بالمغرب، ويعهد بأهم الأنشطة المينائية إلى فاعلين وازنين عالميا، وهم الذين في إطار تعاقدات امتيازية يستثمرون ضمن البنيات الكبرى وتجهيزات الميناء، ويقدمون خدمات ذات جودة عالية تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة والأمن وبأسعار تنافسية. شرع المركب المينائي طنجة المتوسط منذ بضع سنوات من العمل وفي ظرف وجيز تحقيق قفزة نوعية في مجال الربط البحري، واليوم تنضاف إلى هذا الصرح والقطب الكبير لبنات جديدة، ويواصل هذا القطاع الهام ديناميته التصاعدية تماشيا مع تنامي الاقتصاد الوطني من خلال إنجازات وازنة خاصة في إطار رؤية 2030 للموانئ، وهي استراتيجية مينائية واعدة فعالة تحفز الاقتصاد الوطني على التنافسية وتعطي دفعة قوية للتنمية الجهوية، علاوة على كونها فاعلا في تموقع المغرب كأرضية لوجستية محورية بحوض البحر الأبيض المتوسط. اليوم يدشن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله المركز متعدد الخدمات بالمركب المينائي طنجة المتوسط بور سنتر، كما يشرف جلالة الملك حفظه الله على إطلاق أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير. تأتي هذه المشاريع التي رصدت لها استثمارات بقيمة 1,100,000,000 درهم، والتي تندرج في إطار المنظور الملكي السامي لتنمية شاملة متكاملة مندمجة للمنطقة الشمالية لاستكمال البنيات التحتية لهذا المركب المينائي الكبير، والذي يتمثل في ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء طنجة المتوسط 2 وميناء المسافرين والمنطقة اللوجستية. وتبرز هذه المشاريع
الحرص الوطيد لجلالة الملك حفظه الله على جعل ميناء طنجة المتوسط أرضية مينائية وصناعية ولوجستيكية رئيسية توفر ربطا فعالا من شأنه المساهمة في دعم التنافسية الاقتصادية على الصعيد الدولي. يشتمل المركز متعدد الخدمات الجديد طنجة المتوسط بور سنتر على محطة بحرية تحتوي على فضاء للمراقبة الحدودية وقاعة للانتظار قبل الإركاب ومقاصف وقاعات لوصول المسافرين وحافلات لتأمين الرحلات من وإلى أرصفة الإركاب، فضلا عن مصالح لخدمات المسافرين. كما يشتمل المركز متعدد الخدمات طنجة المتوسط على محطة للقطار برصيفين للمسافرين ومحطة طرقية ب9 مواقف للحافلات وحافلات نقل للمسافرين وقاعة للندوات تتسع ل288 مقعد ومركز خدماتي وفضاءات مخصصة للمكاتب. وسيمكن المركز من احتضان الشركات البحرية ومؤسسات التأمين وشركات النقل ووكالات التصدير والاستيراد ووكالات استلام البضائع والإدارات المعتمدة بالميناء، بما يستجيب لحاجيات المجموعات العاملة بالميناء في أفق سنة 2025. يمزج المركز متعدد الخدمات الذي يعتمد هندسة مبتكرة وتجهيزات متطورة بين عدد من الأنماط المعمارية التي تحترم الوسط المادي والأيكولوجي للموقع. تشكل المشاريع الجديدة التي أطلقها اليوم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالمركب المينائي طنجة المتوسط بنيات لوجستيكية بمواصفات حديثة ستسهم في جعل مدينة البوغاز وجهة اقتصادية مفضلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. لقد أضحت مدينة طنجة تتوفر اليوم على بنية مينائية وفق المعايير الدولية ومناطق حرة للتجارة والصناعة ذات صيت عالمي وتجهيزات أساسية حديثة، وهو ما سيعزز موقعها كصلة وصل دون منازع بين أوروبا وإفريقيا ووجهة اقتصادية عالمية مفضلة، وهو ما يعزز أنساق النمو الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتنفتح اليوم وكل يوم وفي كل جهة ووجهة على إمكانيات إضافية للتطور والنهضة والتقدم. تنطلق اليوم مشاريع جديدة تنتعش بها آفاق التنمية وتستكمل بها مختلف الدعامات والمرتكزات والأساسيات. فالمركز الجديد متعدد الخدمات والمنطقة الجديدة للتصدير إنجازات تعد تجسيدا جديدا للمبادرات الملكية السامية الرامية إلى تنمية منطقة الشمال وتموقعها على نحو جيد على المستوى الإقليمي من أجل استقطاب الفرص العديدة والمتنوعة التي يوفرها المركب المينائي طنجة المتوسط. أوراش بنيوية مهيكلة كفيلة بجعل المغرب ينفتح على العالم انطلاقا من سواحله التي تحتضن اليوم شبكة هامة من الموانئ الحديثة يصل تعدادها إلى 30 ميناء، منها 11 من الموانئ ذات الصبغة التجارية الدولية وهي تتوفر على أحدث التجهيزات، و14 ميناء مخصصا لتلبية حاجيات الصيد البحري، و5 موانئ ترفيهية لإنعاش القطاع السياحي. مشاريع مينائية كبرى تأتي لدعم استراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر، مشاريع تنتقل بالمغرب إلى مراحل جد متقدمة في مسلسل تطوير أدائه الاقتصادي. في هذا الإطار يندرج انطلاق أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير، وقد تطلبت أشغال تهيئتها غلافا ماليا إجماليا قدره 300 مليون درهم، وستنجز بهدف مصاحبة تطور رواج البضائع في أفق 2025، وبالتالي تحسين تنافسية الميناء والصادرات المغربية. تكتسي هذه المنطقة الجديدة للتصدير أهمية بالغة في مواكبة تطور الرواج على مستوى المركب المينائي طنجة المتوسط،
وسيوفر هذا المشروع منطقة خاصة بالولوج والإجراءات الجمركية التي تهم عمليات التصدير لمواكبة تطور حركة عمليات الميناء، ومجالا متطورا لاستقبال الحاويات الموجهة للاستيراد. ويروم هذا الفضاء المخصص للتصدير عزل تدفقات الاستيراد عن التصدير، وعزل مجال مراقبة الحاويات والمقطورات المعدة للاستيراد، وزيادة قدرة استقبال وضبط الشاحنات الموجهة للتصدير من ميناء طنجة، بما يمكن من بلوغ ذروة يومية بسعة 2100 وحدة، وطاقة استيعابية أقصى للمنطقة في حدود 750 ألف وحدة. كما تهدف هذه المنشأة الجديدة إلى تحسين سيولة وسرعة شحن البضائع المعدة للتصدير، وضبط العمليات وأمن شحن البضائع بفضل حسن سيولة خطوط التدفقات وتسهيل العمليات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز سلامة الأشخاص الذين يمرون عبر الأماكن والمعابر المطلة على منطقة مرور شاحنات البضائع، بما يمكن من الوصول إلى أرصفة التجميع أو الزيارة وغيرها من الأنشطة المرافقة بالمنطقة. ويشتمل هذا المشروع الجديد على تهيئة مدارين وإدماج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 من المركب المينائي، وتهيئة منطقة جديدة لولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات ومواقف السيارات والماسحات الضوئية، ومنطقة التجميع، ومنطقة التفتيش الجمركي، والفضاءات الخاصة بالمقطورات والشحن. هي مشاريع مينائية ذات وقع اقتصادي قوي تعزز مختلف المبادرات التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك على مستوى طنجة، والرمية إلى تمكين هذه المنطقة من تنمية سوسيو اقتصادية مستدامة مندمجة متكاملة. هذه الجهة اليوم قطب اقتصادي هام، نهضة على مختلف الأصعدة وفي جميع الميادين. هذه الجهة اليوم اندماج اقتصادي واجتماعي متكامل متضامن، وطفرة إنمائية نوعية متوازنة. سنة بعد أخرى تسجل البنيات والمنشآت المكونة للمركب المينائي طنجة المتوسط تقدما في الإنجاز، فبعد حوالي 6 سنوات من انطلاق المرحلة الأولى من أنشطة الميناء التجارية والصناعية وتحقيقه لنتائج مهمة في استقبال بواخر نقل المسافرين، يجدد الميناء من هذه المكانة بفتح مركز يضم عدة محطات للخدمات من مستوى عصري وبمعايير دولية. هذا المركز اللي تنجز قيمة مالية 800 مليون ديال الدرهم، واللي هو غادي يكون فيه 3 ديال المحطات، محطة طرقية، محطة مينائية، ومحطة ديال القطار، وكذلك عدد من المكاتب. غيكون مركز الأعمال، غيكونوا أبناك، غادي يكونوا مرافق أخرى. وهاد البناية اللي هي جات في قلب المركب كتجي كتمم الإنجازات الأخرى في إطار الرؤية الملكية لجعل طنجة، ميناء طنجة المتوسط قاطرة تنموية للمغرب، وتعطي تنافسية للمغرب، وكتعطينا واحد التموقع على المستوى البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى الفاعلين الدوليين. هذا التحول المتسارع الذي تعرفه المنشآت بالمركب شمل أيضا تقريبا نقل السكك من مستعملي البناء، وذلك من خلال محطة توفر الظروف الملائمة للوصول أو المغادرة في اتجاه مختلف مناطق المملكة. المرتقب هو أنه كاينة 8 ديال القطارات اللي غتربط التواصل ما بين ميناء طنجة المتوسطي والمحطة ديال طنجة. هذا العدد ديال القطارات غادي يرتفع على حسب الطلب إلى 16 قطار مستقبلا، ومن المفروض أنه يأمن المواصلات مع باقي القطارات في اتجاهات المحطات الأخرى اللي عبر الشبكة السككية.
مرافق متعددة مرتبطة بخدمة المسافرين ومستعمل المركب المينائي يتوفر عليها المركز الجديد الذي بإمكانه استقبال 10,000 شخص يوميا، إضافة إلى 3,000 من العاملين ومهني الميناء، معطيات ينتظر أن تعرف ارتفاعا مع استكمال باقي المنشآت ومرافق المركب في أفق سنة 2025. من منتصف سنة 2007 تاريخ تشغيل المركب المينائي طنجة المتوسط واليوم، سنوات من العمل المتواصل مكنت من تسجيل نمو متزايد. ففي السنة الماضية وحدها حققت الأنشطة نموا بمعدل 39% مقارنة مع السنة التي سبقتها. ميناء طنجة المتوسطي من أكبر وأضخم المشاريع التي أنجزت بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يلقى نجاحا متميزا بالأرقام. وصل هذا الميناء إلى 2.5 مليون من الصناديق الحديدية، 3 مليون ديال المسافرين، وأكثر من 200 ألف من ناقلات الشحن الدولية، والتي تعرف رواجا وارتفاعا متصاعدا. مواكبة لهذا الرواج شرع في إحداث منطقة خاصة بعملية التصدير، وذلك من أجل عزله عن تدفقات الاستيراد. المشروع سيمكن من سرعة شحن البضائع بما يناهز 750 ألف وحدة في السنة. الميناء يعني اليوم بدأ يستقطب بشكل كبير جدا رواج تجاري. السنة الماضية 2013 كانت سنة متميزة، واليوم حتى الشهور الأولى كتبين بأنه نحن في منحى تصاعدي، كيبين بأنه الآن هذا المركب المينائي طنجة يفرض نفسه على الصعيد التجارة العالمي وخاصة على مستوى البحر الأبيض المتوسط. وكنعتقد أيضا بأنه واحد العدد ديال الخدمات خلفية، يعني أتحدث عن المنطقة اللوجستيكية، على المناطق الصناعية، على الارتباط ديالو بالمحيط، غادي يخليه يزداد تنافسية، يعني كما قلت على مستوى البحر المتوسط. إنجاز منطقة تصدير جديدة بالمركب المينائي طنجة المتوسط سيدعم من البنيات المهمة للمركب والتي تنسجم مع المعايير الدولية، وهو ما يجعله مواكبا للمناطق البحرية للتجارة والصناعة ذات الصيت العالمي. منشأة ستركز من مكانته كصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا ووجهة اقتصادية عالمية. المؤسسات الجزائرية الصناعية مهددة بالزوال في آفاق 2020 جراء المنافسة الشرسة والإنزال من طرف شركة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لدخول تطبيق التعريفة الجمركية 0% حيز التنفيذ. الجزائر أبرمت 4 اتفاقيات مع العديد من الدول. الاتفاقية الأولى الاتفاقية الثنائية بين الجزائر والأردن اللي دخلت حيز التنفيذ في 1999. كاين اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اللي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005. وكاين الانضمام إلى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر اللي دخلت ثاني حيز التنفيذ في الفاتح جانفي 2009. الخبير الجمركي استبعد إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول مراجعة مخطط التفكيك الجمركي. تفكيك الجمركي استفدنا من تعديل الاولي، استفدنا من اشياء حتى البلدان الاخرى، بلدان الجوار تونس والمغرب اللي ما استفدوش من هذا الشيء. انا نظن يكون صعيب باش نعاودوا نفكوا الجمركي. درك الرهان هو أن المؤسسه الجزائريه لازم تبذل مجهودات كبرى بالتعاون مع الحكومه قصد انتاج وطني ذات جوده عاليه يمكنه من منافسة المنتوجات الأجنبية. الجزائر وقعت العديد من اتفاقيات التفكيك الجمركي والتي دخلت كلها حيز التطبيق آخرها منذ 1 مارس 2014 دخل حيز التنفيذ الاتفاقية الثنائية، اتفاقية تجارية تفاضلية بين الجزائر وتونس. تم مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، تم تعديل نظام التفكيك الجمركي حيث أنه بالنسبة للمواد الصناعية لكي تكون كان هناك تمديد من 2017 إلى 2020. هذا يخلي المؤسسات الصناعية الجزائرية نعطيو لها وقت أكثر لتتكيف مع واقع المنافسة التي ستتعرض لها من الاتحاد الأوروبي. الشركات الجزائرية مجبرة على تحسين نوعية منتجاتها في زمن قياسي لا يتجاوز 6 أعوام، وفي حال عجزها ستواجه مصيرها المحتوم ألا وهو الزوال.
على قاعدة تيغونتورين، ومنذ كذلك الفضائح الكبيرة التي هزت وما تزال شركة سوناتراك التي تسير قطاع المحروقات في الجزائر، حيث قررت في هذا الصدد الشركة البترولية الأمريكية كونوكو فيليبس المختصة في استخراج البترول وتحويله قررت حزم أمتعتها والعودة من حيث جاءت، بعدما أقدمت مؤخرا إدارة هذه الشركة على بيع وحدتها الموجودة في الجزائر للشركة الأندونيسية بيرتامينا. يستمر مسلسل مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات للجزائر منذ حادث الهجوم المسلح على قاعدة تيغونتورين، ومنذ كذلك الفضائح الكبيرة التي هزت وما تزال شركة سوناتراك التي تسير قطاع المحروقات في الجزائر، حيث قررت في هذا الصدد الشركة البترولية الأمريكية كونوكو فيليبس المختصة في استخراج البترول وتحويله قررت حزم أمتعتها والعودة من حيث جاءت، بعدما أقدمت مؤخرا إدارة هذه الشركة على بيع وحدتها الموجودة في الجزائر للشركة الأندونيسية بيرتامينا. صدقني غير راهم يتبعوا فيه يا شريكي. هرب من الغاشي. الان نلاحظ الشاحنه هاربه. ها يهرب. هارب. شوف حالة الجزائريين مع الثلوج. شوف هارب. او مدلهم الغاز على عطيناهم الغاز وذلك لان الشعب يا شريكي والله غير فقت لهم باللي راهم يتبعوا فيه. كاع حبسوا كاع. صح ولا؟ هادو كاع يحوزوا عليه. هرب. لماذا؟ كاع حبسوا كاع اكسبريس كاع كانوا يتبعوا. ليك وش شاف ليه؟ الشعب سكروا له الطريق راهي مقطوعه. نعم لان المواطنين التقوا الا ان يكبوا الطريق ليروت. هرب شدك الظاهره. ساكت يا خويا قاطعين له الطريق. انا سموني فدي عبد المجيد بن محمد، ساكن في بلدية تجنة ولاية تجنة. راني نبحث على تليكويا تاع الصوف اللي راح البارح من ديك الليله ما زاد شدو، اللي يجي شافو ولا عرفوا وين راح يخبر معايشه. تليكويا الا تشوف فيا خبرني البرد. بوتفليقة مجاهد، بوتفليقة وطني، بوتفليقة رجل من رجالات الجزائر الذي كانوا في المعركة ولم يكونوا يوما خارج الجزائر، وكان وما زال أعطى شبابه وأعطى كهولته وشيبته ها هو يعطيها للجزائر، ومن ينكر هذا فقد أنكر. لو كنت مفتيا لو قلت لقد أنكر أمرا من الدين. كيفاه؟ ومن ينكر هذا فقد أنكر. لو كنت مفتيا لو قلت لقد أنكر أمرا من الدين. والله ما تحشم راجل كبير كما انت في الكرنفال. لكن ما جيتش راجل كبير نقول كلمة قد راسك.